السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ غايه الحمد لله، انا راني بخير وانتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو بخير وصحه وعافيه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لهنا كما شفتوا دائما كما عودتكم بالوصفات السهله والبسيطه، واللي المكونات تاعها يكونوا متواجدين ويكونوا يعني ساهلين، يقدر يشريهم اي واحد. هنا عندي تحليه بزاف شابه بزاف بنينه بذوق البنان والشوكولا مع صوص شوكولا اللي تحضريها وحدك في الدار تجي بنينه بزاف. هنا كان عندي قاليت، اي قاطو يكون عندك ترحيه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. اللي ما عندهاش اشوار تقدر تدقوا في المهرز عادي جدا. هنا عندي مغرف كبيره تاع زبده ذايبه مارغرين ولا ماني، انا نخدم بماني وكل وحده باش تخدم تقدري ديري مارغرين تقدري ديري صول انت يعني واش عندك. هنايا كما شفتوا فتلت هذا الكاطو تاعي مليح مليح. هنا راح نضيف له مغارف حليب، وتقدري تستغني على الحليب، انا برك ضفت له الحليب باش ما يجينيش ناشف، واللي يقدر ياكلو هكاك يدير له المارغرين وخلاص ويجي شباب بزاف ويجي بنين كي تفت ليه بالمارغرين. هنا كما شفتوا ضفت حوالي 3 مغارف صغار تاع حليب. هنا راح نكمل نطمل الكاطو تاعي اللي كنت فتلته بالزبده. وصفة بزاف بنينة وهايلة. يعني تقدميها كيما شغل ديسير ولا يعني تجي شابة بزاف. هنا راح نزيد نضيف شوية حليب، قلت لكم انا مانيش حابة يجيني الكاطو ناشف، وشاكن سونغول يحب ياكل يكتفي بالزبدة يكتفي بالزبدة. المهم الوصفة هذه سهلة وبسيطة وبنينة بزاف ويعني عندها ذوق رائع. هنا كما شفتوا انا حندير في الكيسان هذو. هنا راح نعمر الكاطو تاعي هذاك اللي كنت فتلته بالزبدة وشمخته بالحليب. راح نعمر الكيسان تاوعي، ماشي نعمرهم يعني نحط فيهم شوية شوية في القاع. وصفة بزاف. نشكركم بزاف المشتركين جدد اللي دخلوا القناة، نقولهم يعطيكم الصحة ومرحبا بكم، وربي يجازيكم كل خير وربي يفتح عليكم ان شاء الله يا رب العالمين. هنايا كما شفتوا عندي هذا المهرس تاع الحطب، راح ندريسي به الكاطو تاعي باش ما يقعدليش يعني ما يعني شغل عشوائي. ندريسيه غايه باش يجيني شغل محكوم هكذا كما راكم تشوفوا. اللي هنا بعد ما دريسيت الكاطو تاعي نجي نحضر معاكم صوص شوكولا اللي هي صوص بنينه بزاف. هنا عندي كاس تاع كازوز كبير معمر تاع حليب. هنا راح نضيف له شويه تاع لافاني، ماشي بزاف شويه كما شفتوا تاع لافاني. شوكولا هنايا راح نضيف له 2 مغارف ولا 3 تاع مايزينا اللي هي النيشه. تبعوا معايا الطريقه مليح، طريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع هكذا. هنايا انا عندي شوكولا هذه اللي يديروها في الحليب، اللي عندها الكاكاو تقدر دير الكاكاو وتضيف السكر حوالي 2 مغارف حتى 3 مغارف حسب الكميه دائما نقول لكم. هنايا انا حطيت الشوكولا. اللي حاب باش يضاعف الكميه وعنده افراد العائله بزاف يضاعف المقادير بطبيعه الحال. هنا راح نحل كل شيء بارد في بارد في الحليب هذاك المايزينا والشوكولا. انا بما انه الشوكولا فيها السكر ما غاديش ندير السكر. هنايا راح نحرك فوق النار حتى اللي يثقل الخليط تاعنا. هذا الصوص شوكولا تجي بزاف بنينه، يديروا بها تحليات تقدري كيما تقدري ديري بها لي طارت تجيك شابه بزاف بزاف وبنينه. هنا بعد ما ثقل الخليط تاعنا كيما كنتوا تشوفوا ضفت له قليلا من الزبده هكذا. واللي هنا نبدا نحرك بلا فوي مليح مليح حتى اللي يذوب لنا الزبده تاعنا، تدخل كامل الزبده في هذيك الشوكولا وما توليش تبان. هذه صوص شوكولا معتمده عندي في كي نبغي ندير لي طارت ولا ندير تجي شابه بزاف وسهله التحضير يعني هكذا. اللي هنا عندي حبه بنان، راح نقشر الحبه تاع البنان تاعي. طبعا نحي لها البلايص الكحوله. ونقطع البنان تاعي الى دوائر
يعني الطبقة الوسطى راح نديرها بالبنان هكذا. حاولي انك تغطي الطبقة تاع الكاطو بالبنان. ولا هنا بعد ما حطيت البنان تاعي كامل فوق الكاطو راح نعمر الشوكولا اللي كنت صوص شوكولا اللي كنت حضرتها معاكم. هذه الوصفة تقدري ديريها تانيك في بلاطو كبير وتقطعيها الى مربعات ولا عادي جدا. يعني تقدري كيما انا فضلت اني نديرها في الكيسان هذو، واللي تحب ديرها في بلاطو يعني تقدر عادي جدا، ما كان حتى مشكل. هنا راح نسوي الصوص شوكولا تاعي مليح. هكذا ونكمل كامل الكيسان التاوعي نعمرهم بالشوكولا. هكذا لاصوص شوكولا راهي تجي شويه ثقيله، سي انك تسقميها بالمغرف باش ما تجيش يعني عشوائيه في الكاس. وهنا حطيت فيها دوائر تاع البنان للتزيين فقط. هنا كانت عندي شوكولا ويكس، هنا كما راكم تشوفوا فيها 4 كوبيت كل حبه على 2 وزدتها شبحت بها من الفوق. شوفوا الله يبارك كيفاش يخرج الشكل النهائي تاعها، تجي بنينه بزاف وتجي يعني بريستيج. هنا شو نقولكم، هي بما انها مكونات بسيطه ولكن تجي شابه بزاف وتجي بنينه بزاف. تقدري تحضريها ديسير ولا كما نقولوا هكا يكون عندك ضياف، ولا تجيك حاجه سهله وبسيطه. هنا نقولكم خاوتي ما تبخلوش عليا بالجيم وبالاشتراك، واللي ما راهش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باه يوصله كل ما هو جديد. هنا ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله.